بس انت النهارده اشتري، لازم تشتري بيتك اللي انت الولاء فين الولاء، الحته بتاعت الولاء. ودي اللي احنا بنقول ابن النادي، فين ابن النادي وفين الولاء وفين بتاع كل ده. كان قدام الفلوس راح بكتير بكتير، يعني ايه اللي وهيعرف مع هو النادي هيحس بيها لما الاهلي؟ يبطل كوره. يعني ايه اللي مع النادي الاهلي ابرك من اي يعني حاجه؟ انا قصدي، انا بقول لك هيحس بيها لما يبطل كوره، هيعرف ان هو لو كان كمل في النادي الاهلي بالجزء اللي كان هياخده من النادي الاهلي احسن من اللي هو جمعه كله من بره. هيحس بيها. كما بالك ان بالك اسيب النادي الاهلي وامشي؟ لا، ده اكبر غلطه عملها. اكبر غلطه عملها. طبعا طبعا. اسال اي حد. لو انت موجود في مجلس اداره النادي الاهلي مم. ترجع رمضان صبحي ولا لا؟ لا، رمضان ربنا يوفقه، ربنا يوفقه في اللي هو فيه، ربنا يوفقه خلاص. رمضان، بص، انا برضو رمضان ما اشتراش النادي الاهلي. ما اشتراش النادي الاهلي؟ يعني ما ازاي؟ اشتراش. ليه؟ لان النادي الاهلي ده اللي عمل حاجه اسمه رمضان صبحي. رمضان صبحي لما جه برضو واحنا كنا موجودين ساعه لما مش كان ضغط غير عادي من الكابتن اكرامي عشان رمضان يمشي. كابتن اكرامي. عشان رمضان يمشي كان يسافر انجلترا. تمام. واحنا حبينا برضو التجربه زي تريزيجيه، زي نطلع رمضان وبتاع، بس ان هو بيته النادي الاهلي، هيرجع النادي الاهلي تاني. تمام. لكن النهارده انت لما ترجع ويجي لك عرض داخلي جوه، وحتى لو كان الجاب كبير برضه، بس انت النهارده اشتري، لازم تشتري بيتك اللي انت الولاء فين الولاء، الحته بتاعت الولاء. ودي اللي احنا بنقول ابن النادي، فين ابن النادي وفين الولاء وفين بتاع كل ده. كان قدام الفلوس راح. انت خلاص كنت عضو مجلس اداره وافقت ان هو يسافر انجلترا طبعا. لهدرسفيلد. وزي بعد تريزيجيه كده واقفين، تريزيجيه يسافر. ماشي تمام. وبعد كده انت موجود كمشجع النادي الاهلي بره النادي اه او مجلس الاداره عموما يعني، ورمضان راح بيراميدز، كان شعورك ايه؟ لا، انا ما حبيتش يعني ما كنت، مع ان انا بحب رمضان جدا كابن يعني. لكن انا كان خاله التوفيق برضه يعني مش ورا الماديات اكتر من ان هو يعمل التاريخ لاسم رمضان صبحي، اللي هو هينفعه اكتر من ماديات كتير قوي. شايف اللي هو هيندم؟ ومع ان مع النادي الاهلي برضه في ماديات، مش يعني كان في ماديات بس وماديات الجاب كويسه كبير جدا. جدا. معلش، بس برضه اللي مع النادي الاهلي ابرك من اي حته بره بكتير بكتير، يعني ايه اللي وهيعرف مع هو النادي هيحس بيها لما الاهلي؟ يبطل كوره. يعني ايه اللي مع النادي الاهلي ابرك من اي يعني حاجه؟ انا قصدي، انا بقول لك هيحس بيها لما يبطل كوره، هيعرف ان هو لو كان كمل في النادي الاهلي بالجزء اللي كان هياخده من النادي الاهلي احسن من اللي هو جمعه كله من بره. هيحس بيها. طب لو هو مثلا يعني بعد انتهاء نهايه عقده مع بيراميدز راح نادي الزمالك، نادي جماهيري، ويروح بقى، هو حر بقى، ياخد يروح بقى اللي هو عايز يروحه، واللي هو عايز يروحه. انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بتفرق، خلي بالك. اللي بيعدي بس من قدام النادي الاهلي ده موضوع تاني خالص. يعني اللي يعدي بس من قدام النادي الاهلي. كما بالك ان بالك اسيب النادي الاهلي وامشي؟ لا، ده اكبر غلطه عملها. اكبر غلطه عملها. طبعا طبعا. اسال اي حد فكر ان هو ساب، خد القرار قبل كده وساب. عصام الحضري اهو. اسال عصام الحضري لو رجع بيه الزمن هيعمل اللي هو عمله؟ استحاله. 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 عصام يعني مع التاريخ الكبير اللي هو عمله، بس قضى على 80% من تاريخه لو كان كمل وخلص في النادي الاهلي. قضى على 80% من تاريخه. طبعا طبعا طبعا. عصام لو كان عصام، خلي بالك، ده اسطوره. اسطوره طبعا. في حراسه المرمى. دي حقيقه. لو خلي بالك عصام لو كان كمل لاخر يوم في الملاعب مع النادي الاهلي، كان بقى في حته تانية خالص، وكان النهارده بقى في مكانه تانية خالص في النادي الاهلي. طب شايف ان هو يوصل ليه؟ يعني مثلا هو مسك مدرب منتخب مصر، دلوقتي موجود كمحلل، بياخد يعني ايه اللي ممكن كان يعني لا يفرق خلي معاه؟ بالك، حب الناس يا حامد، حب الناس دي حاجه. انا النهارده راجل سايب مجلس اداره بقى داخل على 10 سنين. حب كفايه، حب في كل حته، حب الناس دي كفايه. دي كفايه. دي كفايه حب الناس وحب خلي بالك، احلى جمهور في الدنيا جمهور الاهلي. احنا كنا موجودين بنموت نفسنا ليه؟ انا لما اروح انا واسيب شغلي واسيب بيتي واسيب ولادي واسافر هنا واسافر هنا عشان اجيب لعيب واعمل ومش عارف ايه، عشان حب. انا عايز افرح الناس دي تتبسط، الناس دي تبقى مبسوطه. الناس اللي هي يعني خيرها على النادي الاهلي، واللي عملت بتاع هي اللي عملت النادي الاهلي، لازم انت تخدمها. يمكن انا اسيبها وامشي عشان افكر في شويه بقى تحت رجليا وبص فلوس دلوقتي وفلوس. لا، فكر في بكره. طب انت مع قرار لو رمضان اعتذر يرجع النادي الاهلي تاني ولا لا؟ الموضوع مش هنزار بقى، الموضوع مش خلاص. الموضوع مش هنزار. يعني انت شايف ان رمضان اتعامل زي معامله كابتن عصام الحضري او كابتن حسام ابراهيم حسن؟ لا، موضوع كابتن حسام ابراهيم ده موضوع تاني خالص. موضوع حسام ابراهيم غير تاني موضوع خالص. عصام غير موضوع عصام، موضوع رمضان يعني. موضوع عصام، الموضوع صعب يعني ان هو يرجع النادي الاهلي موضوع صعب جدا يعني.